تخصص للفنان شيكابالا، كرة ملعوبة ولمسة يد يطالب بها نادي الزمالك، ولكن الحكم يقول ما في شيء في هذه الزمالك في هذه الاثناء. هذه الكرة اللي اعترض عليها لاعب الزمالك حسين حمدي. اوه ركلة جزاء، لمسة يد واضحة. يا بطريقة مارادونية، بطريقة مارادونية. مارادونا عملها في كأس العالم 86. أشرنا بأن هناك الورقة الحمراء تروح في هاي اللقطة، الكاميرا لقطتها نشوفوا أحمد عبد الرؤوف هذا. لا حسين حمدي على حسن مصطفى. حسين حمدي أي نعم داخل بتوثر في المباراة. شاهدنا اللمسة اليد الواضحة. حسين حمدي في خطر الطرد. حسين حمدي في خطر الطرد. الحكم ينادي على حسين حمدي. ياسر محمود والورقة الحمراء. نعم الورقة الحمراء بطريقة مجانية يتحصل عليها حسين حمدي. نعم الورقة الحمراء هي قرار سليم، والذي اتخذه حكم المباراة حسين حمدي. الورقة الحمراء الكاميرا لقطتها، الكاميرا صاداته. ياه يعني واضح العدل سريع في المباراة. حسين حمدي فاتت عليك لمسة اليد اللي كانت سرقها الكرة بيده بشكل واضح، وأنقذ بالا شيكابالا يمر كرة حلوة، فيش تسلل، جول. لكن الراية مرفوعة. 11 و35 ثانية. هل هناك ركلة جزاء للزمالك ولا لمس اليد؟ هذه حالة الهدف يا كابتن تقريبا. الهدف هنبص، خلينا كلنا نلاحظ يا كابتن صلاح يا كابتن القريب اللي داخل منطقة الجزاء القريب من المساعد من المقص. اللاينز مان انت لفت مغطي خالص. شوف خط ال 18 الكرة خرجت حوالي 3 متر. المساعد لا فضيحة دي.